القصة هذه عام 1979. هذا بعثة أمريكية نزلت لليمن. كانت البعثة هذه مصرح لها أنها تبحث عن الآثار في اليمن، مكونة من 4 أشخاص، 4 رجاجيل وحرمتين، 6 أشخاص. واحد من أعضاء البعثة جايب زوجته معه باحثة. وصلوا اليمن، استقبلتهم إدارة المختصة في استقبال البعثات هذه، وراهم المناطق وهو باتفاق بينهم. فجوا قرية من القرى والآثار عندهم واجد، وتعرفوا على أهل القرية، من ضمنهم واحد اسمه جابر. هذا جابر عمره 35، وكان يدل في المنطقة ويعرف الآثار هذه، فصار مرافق للبعثة، يطلع معهم ويجي. جابر شاف الرجل الأمريكي وزوجته وسنهم يعني منعزلين عن هذا، فعزمهم في بيته. فيوم جو عنده في البيت استانسوا مع أهله ومع جماعته، وصار يطبخ لهم الأكل اليمني. الأمريكي هذا وزوجته ما يرزقون بأولاد، لا هو ولا زوجته. وجابر هذا عنده ولد توه مولود عمره 4 أشهر. فالأمريكية جابوا لها الوليد هذا واستانست عليه، وصارت يعني غريزة الأمومة، تحبه وتضمه. فتقعد عند اليمانية والأمريكي يطلع في البعثة، وهي أصلا من أعضاء البعثة، لكن صارت تحب هالطفل حب شديد. مرة مرتين 3 4، جابر يوم شافهم يعطفوا عليه وهذا جاء وشكى حاله للأمريكي، قال أنا ودي أسافر لأمريكا وأشتغل فيها، الآن البلد حنا في ظروف صعبة وحالتنا حالة. فالأمريكي قال بشوف لك الوضع وأرتب لك. خذ له أبوه 2 3، جاء اليماني قال شوف حنا ممكن تسافر لأمريكا بس بشرط. قال نعم. قال تأخذ الولد معك. قال وأمه؟ قال لا أمه لا نلقى حل أنك أنت معك طفل ولا عندك يعني مجال انك تربيه، فممكن تروح لامريكا ويلقون لك حل هناك، اذا انت موافق الله يعينك. سأل زوجته، قالت خلاص ما دام الطفل معك رح. طلع جواز لولده وطلع جواز لنفسه، وحددوا له موعد للسفر. طبعا يوم طلع من اليمن ووصل لامريكا، هناك كان في ترتيبات بينهم وبين يعني حقين الهجرة. ادخلوا الولد والرجال بطريقة نظامية او بطريقة، عاشوا مع جابر ولده، الأبو اسمه ناصر والولد اسمه جابر. عاشوا مع الأمريكي وزوجته في البيت، لقى له عمل مناسب له اليماني وصار يشتغل. إذا جاء في الليل يجي عند الأمريكي، عنده زي ما تقول غرفة يسكن فيها، والولاد من قام عنده عند الأمريكية. فالأمريكية هذه انهبلت على هالولد وحبته حب شديد، وصارت يعني غريزة الأمومة فيها. وهو يشتغل ذاك اليوم بعد 2 من تواجده في أمريكا، أنت يا ناصر هذا تفاجأ أن إدارة الهجرة ملقين القبض عليه. وين أنت جوازك؟ شلون دخلت أمريكا؟ من الكلام هذا كله. قال أنا جاي مع البعثة هذه. خذوا حققوا معه أبو 2 أو 3، قالوا أنت تسفر، ما لك أي نظام في الإقامة. ولدي طفلي، قالوا سووا له خروج نهائي وسفروه على اليمن. صار اللي مبلغ عليه الأمريكي وزوجته يبون الطفل. هذا سافر لليمن، وهذا الأمريكي ربوا الولد على نفس نظامه، صار مسمى تحت اسمه الولد ولد الأمريكية وولد الأمريكي. عاش الولد ما يدري عن حاله، أبوه هالرجال وأمه هالعجوز. نشأ نفس نشأة التربية في أمريكا، من ناحية الدراسة، من ناحية العلم، من ناحية هذا. الولد كان متعلم فاهم. لما وصل حال الشباب 25 طلع مثل أي شاب، سكن له مع ناس هناك وخطب له وحده، وجاء لأبوه وأمه قال أنا أبغاكم تباركون زواجي بهذه المرأة، أنا أبغى أتزوجها. قالوا وينها؟ قال بجيبها لكم بكرة. يوم جاء من بكرة وجابها لهم، تعرفوا عليها ولا أمريكية ومن هالحريم اللي سألوها أنت وش أصولك؟ يعني أنت مكسيكية إيطالية؟ تخبر عندهم مثل هالسؤال. قالت لا أنا لبنانية، أبوي لبناني. يوم دروا أن فيه رس عرب فيها رفضوا الزواج. حاول معهم، حاول يا أبوي يا أمي هذا أحبها تحبني، من الكلام هذا قالوا خطين ومسح الثالث، حنا زعلنا عليك أنت تزوجت هذه. ما يبون أي طاري للعرب. على فكرة كانوا يغذون بكره العرب. الرجل رفض، قال هذا حياتي وأنا اللي أبى أعيشها. تزوج غصب عليهم هالمرأة اللي أصولها لبنانية، وسكن معها في شقة. عاش وياها، جاب منها 3 أولاد. صارت الأم هي اللي تتواصل وياه. الأبو قاطعه، الأمريكي هذا قاطع مقاطعة نهائية، تراهم تجار. يوم جاء 3 عيال وصار في الشركة يشتغل وأموره تمام، جاء نص الليل اتصال،
ترى يقعد بالسنة ما يشوف أمه أو ما يشوف هالمرة اللي تربيه. رفع نص الليلة التلفون من معي، قالوا معك المستشفى الفلاني، والدتك في حالة خطرة وتقول تكفون جيبوا لي ولدي أسلم عليه قبل ما أموت، ودي أشوف. وحنا الآن إنسانيا نتصل عليك نبيك تجي المستشفى. قالوا خير، قم من فراشه وشغل سيارته وروح للمستشفى ويسمحوا له بالدخول، لأن المرة يوم شافته قامت تبكي يحتضنها يا يما ما في إلا العافية من هالكلام هذا كله. قالت أنا أبغى أعترف لك بسر خطير. قال خير. قال تراك بنت بابني وهذاك فلان مو بأبوك. يوم بدأ شلون؟ قالت وتعلم لها قصة من سفرتهم إلى اليمن وجيبتهم له وهذا وضعك وهذا وضعك، وأنا ما عندي من أبوك إلا هذه الصورة، وشايلك وعمرك 8 شهور عندي في البيت. في صورة مصورة أبيض وأسود وفيها أبوه وصورته وهو مشيوه، واسم أبوك ناصر، أنت اسمك جابر ناصر حميد. أعطيتها الأسامي الثلاث، وهذا اللي أعرفه عنك، وأنت من صنعاء، أو ما قالت صنعاء قالت من العاصمة. الرجل ولا والله كلام مختلف تماما. الآن أنت تتكلم يعني الكلام هذا ترى قبل سنة أو لا أقل من سنة. شلون؟ قال هذا أبغى أبري ذمتي وأبغى يعني أقول لك الحقيقة. يقول ما أدري عن مرض أمي ولا عن نفسي ولا هذا أصدق أكذب، يقول واطلع هايم ضايق صدري. رجعت للبيت، يوم رجعت البيت قالت زوجتي وشلون والدتك؟ قال طيبة. قالت وش فيك حزين؟ قال والله علمتني بأخبار سيئة. علم زوجته بالموضوع كامل. كانت أصلا أنت ما همك لا هذين ولا ذلك، أنت تعيش عندك عيالك وعندك زوجتك ولا عندك أبو ولا عندك أم من أول، يعني أنت حاسس إنهم أبو. قال لا أنا الآن عرفت إن لي أبو ولي أم وأبغى أشوفهم يمكن إنهم أفضل من هذين. فصار بينه وبينها نقاش. يا الله رقد الليلة الأولى، اليوم الثاني الثالث جاء خبر وفاة الأم هذه اللي مربيته. حضر جنازتها وذاك طبعا مقاطع، قاعد يدير التفاكير يوم يومين ثلاثة. في عمل هذاك اليوم جاء اتصال من الشرطة قالوا لازم تجي في القسم الفلاني. يوم جاء في الشرطة ولا والله ملقين القبض عليه. ايش عندك؟ قالوا انت شلون دخلت امريكا؟ الولد شلون؟ انا معي جنسية قالوا لا انت يماني وانت داخل على اساس انك من ضمن حق الهجرة، وشلون حصلت على الجنسية وشلون؟ قم طال عمرك. وجابوا الابو قال ابو انا والله ما ادري، هذه يمكنها زوجتي اللي توفيت اللي جايبته. انكر زوجته اللي بلغت الرجل اسقط فيه، صار عليه تزوير، صار عليه قضايا، انت ما علمتنا، انت عندك خبر، انت عندك كلام. سجن 10 ايام على ذمه القضيه هذه. بعد ال10 ايام اخلي سبيله بكفاله. طبعا هو قوم محامي. رجع للبيت. يوم رجع لبيته ولا والله زوجته متنرفزه يوم عرفت انه عربي وان هذا وضعه وانه مو بوارث، كرهته. فصار اللي مبلغ عليه زوجته اللي اصلها لبناني تبي تفتك منه. فيوم درى طلقها. المحامي اتصل عليه في هذه الاثناء قال له هو اسمه مو بسميث ابي يجي اسمه. قال له المحامي شوف الان القضيه ترى قويه وخطيره جدا ويمكن تسجن بالتزوير ويمكن ترحل، لكن الان المطارات مفتوحه ويمكن تسافر لاي دوله. قال يعني ايش اسوي؟ قال انا ما اقدر اخليك تتحايل على القانون، دبر عمرك. عرف انه يقول انحش اطلع من امريكا. على طول طلع المطار. الكلام هذا يا اخوان قبل شهر. طلعت من المطار قبل شهر من الآن. طلع للمطار جاء حقين التذاكر. قال أول رحلة قال في رحلات كثيرة. قال عندك على اليمن أو على لبنان؟ قال لا عندي على برلين. قال احجز لي على برلين في ألمانيا. ويحجز وينزل في برلين. وصل برلين الساعة 9 في الليل، ركب الباص وصله وسط البلد. قام يدور في هالليل ما في مطاعم، لقى له مطعم راعيه ينظف. هو اللي يروى القصة صاحب المطعم هذا. يقول جاني هذا الساعة 9 في الليل وأنا قاعد أنظف بقفل المطعم، سلم علي وقال لي أبغى أكل. قلت إحنا مقفلين خالص. يقول من سحنتي وهذا. قال أنت عربي؟ قلت إيه أنا عربي. قام خمني وقام يبكي. الأمريكي خم راعي المطعم. يقول أنا حسيت إن في شيء يعني الرجل هذا، وقلت لو طلب المطعم أعطيته إياه. فوش عندك؟ قال والله أنا عندي قصة طويلة وهذا. قال شوف أنا تعبان، أنا بحجز لك في غرفة واسكن فيها، إذا جاء بكرة تعال. حجزنا في غرفة وخلى الأمريكي يروح. هذا قفل المطعم. يوم جاء من بكرة يقول فتحت المطعم عيني على المطعم احتري يجي. يقول مخدت له داخل علي على العصر. قعدوا غديته يقول يوم فضل المطعم. قعدت أنا وياه في ركن الساعة 6 المغرب. قل لي القصة. قال أنت من وين؟ قال أنا من فلسطين. شو اسمك؟ قال اسمي يوسف أبو فيصل. يوسف أبو فيصل وراعي المطعم. يا يوسف أنا قصتي هالشكل وهالشكل وهالشكل، والحين هذا وضعي وهذا وضعي. والله إن أكره ما أشوف على الأرض العرب والمسلمين، والآن هم أحب ما أشوف على الأرض. لا إله. وهذا ما صار وهذا ما صار، وأنا جايك الآن ما أدري. أنا يماني ولا أدري عن عندي إلا هالصورة وعندي هالورقة.
قال شوف أنا في إخوان يمنيين يجوني في المطعم يأكلون عندي، خليني أتصل عليهم يمكن يساعدون. بالفعل اتصل على اليمنية 3 منهم، قالوا أنا أبيكم تجوني الآن ضروري. قالوا والله يا أبو فيصل حنا مسافرين برا برلين لكن بعد 3 أيام نجي. يقول قلت خير خوياي بيجون بعد 3 أيام يا ميشين. قال والله أنا أجل إذا في مجال. قام اتصل عليهم ثاني مرة، قال ما تعرفون يماني هنا في برلين يجينا؟ قالوا ولا في واحد صديق لنا اسمه ناصر. دقوا على ناصر قال نعم. قال رح للمطعم الفلاني. قال أنا ماني برايح، أنا عندي ضيوف جايين من اليمن هالحين. جابوا أبو فيصل دق عليه يا أخوان أنا عندي ضيف وضروري حضوركم وأبي أعشيك وأعشي ضيوفك يا ناصر، جيبهم لي. قال ناصر ابشر. جاء ناصر ومعه ضيوف 2 وقعدوا عنده في المطعم سوى لهم عشاء. قم أبو يوسف أبو فيصل وعلم الشباب بقصة ميشين. هذا ما صار، هذا الرجل لا يعرف لا عربي ولا ألماني ولا شيء، ما يعرف إلا إنجليزي وهذا هو قدامكم. قال اسأله من وين؟ قال والله من العاصمة. قال ناصر وش رأيكم يا أخوان؟ هذا الرجل يحتاج له نسوي له فريق عمل عشان نبحث عن أهله، نستخدم السوشيال ميديا. هذا الكلام قبل 10 أيام. نستخدم السوشيال ميديا ونرسل فيه سنابات ونرسل فيه مواقع التواصل في اليمن من مضيع له ولد في هالعمر. قال ناصر أنا عندي حل. قالوا شو؟ قالوا أكثر من يحل المشاكل هذه الحريم يعرفون العوائل. أنا أمي مشتركة في أكثر من 20 جروب، فممكن أرسل لها الصورة ويمكن أرسل لها اسم وخليها ترسل الجروبات ويمكن الله يحلها علينا. قم واكتب القصة كاملة والصورة والمعلومات اللي عنده وارسلها لأمه وهم قاعدين على العشاء. خذوا نص ساعة هلا تلفونه يدق، أنت يا ناصر من اليمن اتصل علي أنا ما عندي رصيد. قال من هل يتصل علي؟ قال أمي. قالوا يمكن أجابتها. قال ما عندها يا رجل. قال لا يا رجل رد عليها. يقول بعد شوي خاف ترد تسألني أسئلة كثيرة وانقطعكم. يقول دقة ثانية ثالثة رابعة. يقول يوم جاء الرابعة ارفع السماعة. يقول واخذ طاولة وقعد فيها. سمي يا يمه. قالت شو السالفة اللي ترسل لي؟ قال يا يمه هذا رجل يقول وعلمها القصة بحرفية بالصوت، وهذا الولد هذه قصته. قالت عندك صورة؟ لا قلت أنا برسل لك الصورة. قالت مي بواضحة، ويرسل الصورة ثاني مرة أوضح. قالت الرجال هذا عندك؟ قال إيه. قالت متأكد؟ قال إيه. قالت هذا شو اسمه؟ قال اسمه جابر. قوم من أمه طق بالصياح، صياح تكفى لا يروح، امسكه لا يروح. شو السالفة؟ ولا الأم خلني أكلمه. قال يمه ما يتكلم عربي. خلني أكلمه. قالت ما يتكلم عربي. حط السماعة الكاميرا عليه. قال هذا ما يتكلم. أنت جابر؟ قال إيه. قالت هذا صورة أبوك. يقول هذا أنا أترجم له. قالت هذا أخوك يا ناصر. لا إله إلا الله. أخوي شلون؟ قالت أنا قبل ما أتزوج أبوك من زوجة الناصر أبوه، وجاء الولد وسافر معهم وطردوه من أمريكا وجاء بعد 3 شهور مات قهر على ولده، وتزوجت أبوك وجيت أنت، وأنت جيت ما تدري عن القصة هذه. ما رحنا للسفارة الأمريكية ورحنا للسفارة اليمنية وقدمنا على جميع الوسائل نبي الولد ما درينا، لا يفوت الولد. أنا قاعد أدعي ربي حوالي 5 سنين من بعد ما فقدت أن الله يعقله لي ويجيبها لي، والآن عندي شهادة ميلاده وعندي أوراقه وعندي جميع ما يثبت أن هذا ولده وصوره وكل شيء. أنت صادقة يمك. الأمريكي ما يدري، مشين ما يدري، قاعد فاكر ثمه ما يدري، يصورونه ويسمعوا الكلام لكن بالعربي، واللي جالسين يسمعون بالسبيكر القصة ما يقول كلبونا نبكي ما ندري وش اللي صاير، شلون هالاتصال اللي تم. كم ناصر خم الأمريكي يحبحب فيه، الأمريكي ما تعود على مثل هالأمور. I am your brother، أنا أخوك. يقول الأمريكي شلون أخوي، شو القصة تلعبون علي أنتم ولا شيء؟ ويجلس يشرح القصة للأمريكي ويجلس الأمريكي يبكي. سبحان الله اللي جابني عندك في برلين عند مطعم يوسف أبو صالح أبو فيصل، سبحان الله خلى زوجتي تشتكي علي، ربما كان فيني خير وإن الله سبحانه وتعالى بيسوقني. يقول أنا أكره ما أشوف الإسلام. المهم ما لكم في الطويل، الرجال طال عمرك طلعوا له جواز بالسفارة اليمنية مؤقت وسافر الآن لليمن، وهو الآن موجود في اليمن عند أمه، وصارت أمور الله يعني وانتظر جاب بقية القصة بلغتها لكم. فيا أخوان سبحان الله لا ييأس الإنسان في حياته، لا ييأس، لا الأم ولا الأبو فقدت ولدها عمره 4 شهور و3 شهور وراح عاش له 40 سنة في أمريكا عند ناس يعني ربوا على مذهب ثاني وعلى أمر ثاني، ويرجع ربي الأمة. هذا بفضل الله ثم بفضل الدعاء وفضل صبر الأم. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة، وآسف الإطالة.